إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله عز وجل من سنته الابتلاء، ومن سنته أن يكون الفرج بعد الشدة، وأن يكون اليسر بعد العسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه سنة ربانية ماضية لا تتخلف. ولكن الله عز وجل قد أناط بالفرج أسبابا، هو سبحانه رحيم ودود حفيظ نصير، ولكنه سبحانه جعل للفرج أسبابا وجعل للنصر أسبابا على العبد أن يأخذ بها. وعلى النقيض من خالف هذه الأسباب فلا يلومن إلا نفسه. وفي كل الأحوال الابتلاء سنة ماضية. الابتلاء بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والابتلاء بالسراء والضراء هذا يشمل المؤمنين والكفار. ولكن الله عز وجل كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن المؤمن مقيد بضوابط شرعية لا ينبغي أو لا يجوز أن يخرج عليها. فلذلك هو مقيد كالسجين، لكنه سجن يؤدي إلى نعيم دائم لا يقارن بجنة الكافر، لا يقارن بجنة الكافر. لأن الكافر مهما عاش وتنعم في هذه الدنيا، أو المشرك كم يعيش وكم يتنعم؟ إنها لحظات معدودة. عاش 100 سنة، لحظات معدودة. عاش 1000 سنة، لحظات معدودة وسوف تنتهي. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى في يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، أي من الكفار، أكثر أهل الدنيا تنعما، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم أو خير قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط، رغم أنه كان من أنعم أهل الدنيا، يعني عنده من النعيم في الدنيا ما لا قد نتصوره من القصور أو من الأموال، لكنه كان فاجرا، كان كافرا، أو كان منافقا النفاق الأكبر، وكان يعيث في الأرض فسادا. طب ماذا فعلت له هذه الأموال أو هذا النعيم وهذا الملك؟ لا شيء. عاش
ما قدر الله له أن يعيش، ثم كان مآله إلى عذاب دائم خالدين فيها أبدا. يا عباد الله، إن الأمر جد ليس بهزل. الإيمان بالغيب، أن نؤمن بالغيب الذي لا نراه، وأن نؤمن بجنة ونار وبحساب وثواب وعقاب، أن نؤمن بالدار الآخرة، هذا مما يميز المؤمن الصادق عن الكافر أو المنافق الفاجر الذي يتظاهر بالإيمان في الدنيا وهو ليس مؤمنا، أو يتظاهر بالإسلام وليس مسلما. ولذلك حذرنا ربنا عز وجل من صفات المنافقين في أكثر من سورة، في غير ما آية، حتى لا نقع فيها. والنفاق على نوعين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأصغر يخشى منه أن يؤدي إلى النفاق الأكبر، اللي هو نفاق الاعتقاد الذي كان عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم عبد الله بن أبي، الذي هو كان رأس المنافقين، ونزلت فيه وفي أصحابه سورة التوبة وسورة المنافقين. طيب، لكن نريد أن نرجع إلى أصل الموضوع: أسباب الفرج بعد الشدة، وأسباب اليسر بعد العسر. من أعظم هذه الأسباب أن يلجأ العبد إلى ربه وحده بغير واسطة ولا شريك، أن يخلص التوجه إلى الله وحده مخلصا له الدين، أن يفرج كربه، وأن يجعل له بعد العسر يسرا، وأن يجعل له من كل ضيق وهم فرجا ومخرجا. وهذا الذي حكاه ربنا عز وجل عن عدد من رسله وأنبيائه في كتابه سبحانه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هكذا أيوب عليه السلام الذي كان يعد المثال الأوفى أو المثل الأعلى في الصبر على البلاء، نادى ربه، لم يحتاج إلى وسائط بينه وبين الرب، لا أن يستغيث بأموات ولا أن يستغيث بوسائل من المخلوقات، لا، الله عز وجل يقول مخاطبا عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة لله هي أولى أسباب استجابة الدعاء، أن تستجيب لله في أوامره ونواهيه، أن تتقي ربك. تقوى الله هي أعظم أسباب تفريج الكروبات، تقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. دي سنة الله عز وجل. نعم. أني مسني يضر أنت أرحم الراحمين. فلما دعا ربه وحده كانت الاستجابة، استغاث بالله وحده وهو في كرب شديد، في بلاء عظيم، ونبي من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، لكنه ابتلي بمرض شديد وببلاء شديد. فهذا كان تعليما لكل من يأتي بعده أن يدعو بهذا الدعاء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكانت الاستجابة من أرحم الراحمين، وضاعف الله عز وجل له الأجر وأعطاه المزيد بعد الكرب. فهو سبحانه كريم ودود رحيم.
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. احفظوا هذه على أن تقولها صادقا مخلصا لله تائبا منيبا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعترف بخطيئتك وذنبك وضعفك، لم تعترف بتقصيرك. لا تزكي نفسك ولا تغتر بنفسك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت الاستجابة كذلك بعد البلاء. الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة مع أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن؟ يا عباد الله، إن سنن الله الكونية ماضية مع المؤمن والكافر. فإن أردنا الفرج بعد الشدة فلنسلك هذه الأسباب. من أعظم هذه الأسباب الدعاء بإخلاص مع تقوى وإنابة واستغفار، مع أخذ بالأسباب الأخرى إن كانت أسبابا مادية أو إن كانت أسبابا شرعية أخرى. ولهذا من الدعاء كذلك الذي أثر أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمات المكروب، وفي الرواية المشهورة دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا من أهم الأدعية، وهو كله دعاء ثناء كما هو ظاهر، ليس فيه دعاء مسألة، دعاء ثناء. لأن الدعاء على نوعين: دعاء ثناء ودعاء مسألة، وكله دعاء لله عز وجل. فأنت تثني على ربك بأسمائه وصفاته العلى: لا إله إلا الله العظيم الحليم. توحيد في العبادة، توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الربوبية، لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. إن الله عز وجل لم يطلب منك وسائط من الأموات، هذا لم يرد في آية واحدة من كتاب الله ولا في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل لقطع الوسائط، أي في الدعاء بين العبد والرب. إنما الرسل وسائط في تبليغ الرسالة فقط، ليس وسائط في الدعاء. يعني لا يجوز أن ندعو رسولنا صلى الله عليه وسلم محمدا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم كي يستجيب ربنا، يعني نقول يا محمد افعل لي كذا، هذا لا يجوز. هو كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. فإخلاص العبادة لله وحده. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الإقرار بعلو الله على عرشه. إذا سئلت أين الله يا عبد الله لا تقل في كل مكان وشوف في كل مكان، هذه إجابة خاطئة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الله عز وجل فوق العرش، فوق السماوات السبع، الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه على فوق عرشه بذاته المقدسة علوا يليق بكماله وجلاله، وقد أحاط سبحانه بكل شيء علما، وأحاط بكل مخلوقاته وبالسماوات والأراضين
أحاط بها سبحانه إحاطة كاملة، علما وقدرة وسمعا وبصرا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه ورقة الشجر التي أنت لا تلتفت إليها، أين سقطت؟ رب العالمين فوق العرش يراها ويعلم أين سقطت، وكل هذا مسجل في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. أمر فوق مستوى عقول البشر، لذلك نحن ما نستطيع أن نتخيل صفات الله، أي أن نعرف كيفيتها. هذا أمر لا تدرك عقولنا، لكننا نؤمن بها بمعانيها وندرك أنها أعظم مما نتخيل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، هو الحي القيوم. لذلك كانت آية الكرسي أعظم آية القرآن. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. فهو سبحانه فوق العرش، قد أحاط بكل شيء علما، ومعنا في كل مكان سبحانه بعلمه وبسمعه وبصره، يرانا ويسمعنا ويعلم أحوالنا مهما اختلطت أصواتنا ومهما اختلطت صورنا. هو سبحانه يعلم كل مخلوق ويراه ويسمع كلامه. وهناك ملائكة كرام تسجل كل هذا، مكلفة من رب العالمين، وسبحانه غني عنها، لكنه سبحانه جعل هذا السبب. هو سبحانه يعلم ويسمع ويرى، ولكنه جعل الملائكة تكتب أعمال العباد كي تكون هذه السجلات والكتب حجة لك أو عليك يوم القيامة. فتأمل يا عبد الله، واسلك الطريق الصحيح لتفريج الكرب. ليس تفريج الكرب بالصيحات ولا الثورات ولا هذه الخزعبلات التي جاءتنا من الثورة الفرنسية وثورات أوروبا التي تعج بالفساد وتعج بالظلمات، وإن كانوا أصحاب حضارة دنيوية زائفة سوف تزول. يخدعوننا بشعارات كذابة، هم لا يطبقون شيء منها إلا قليلا، حقوق الإنسان وإلى آخره. نحن أولى بهذا، نحن الذين نعرف حق الإنسان حقا إن التزمنا بعقيدتنا وشريعتنا. وإن كنا توابين أوابين منيبين إلى رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقولوها يا عباد الله، قولوها صادقين مخلصين منيبين، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا وللمسلمين فرجا ومخرجا من كل هم وضيق ومن كل فتنة وكرب، والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شهر رجب شهر من الأشهر الحرم، ورجب الفرد، لأن الأشهر الحرم 4، 3 متواليات وشهر فرد. نعم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متواليات كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ورجب الفرد أي منفرد عنها عن هذه الشهور 3. هذا الذي يميز شهر رجب فقط، لكن لم يصح أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في فضل صوم يوم معين من رجب ولا في فضل العمرة في رجب كما يعتقد الكثير من الناس. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج هذا البخاري في صحيحه كأنه أخطأ وكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فلما سئلت عائشة رضي الله عنها وكانت في حجرتها وابن عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداها في رجب، فقالت يعني مبينة أنه أخطأ، رحم الله أبا عبد الرحمن أي عبد الله بن عمر، أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة، أي 4 عمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة. أم المؤمنين أدرى طبعا بهذا رضي الله عنها، وهذا الحديث في البخاري
كثير من الناس لا يعرفون هذا الحديث، يعني قلما من يقرأ في كتب السنة الصحيحة مباشرة، يعتمدون على السماع من أناس قد لا يميزون بين الصحيح والضعيف. الشاهد يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما خص رجبا وشهر رجب بعمرة مخصوصة، هذا لم يثبت عنه، أنه لا اعتمر في رجب ولا أنه خص رجب بعمرة. لكن رجب مثل بقية الشهور، من يعتمر في رجب كمن يعتمر في ربيع الثاني، في جمادى الأولى، إلا عمرة رمضان التي لها خصوصية فقط. أنه صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أي طبعا ليس بخلاف حجة الفرض، أي في الثواب والفضل. نعم. وكذلك الصيام، صيام رجب مثل الصيام، نعم له فضل الصيام في الأشهر الحرم عامة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث واحد أنه خص رجب بصيام أو بصيام يوم معين فيه، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا علماء الحديث. فنحن نعظم شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم. وعمر رضي الله عنه كما روى هذا عنه الخرشة بن الحر، أنه لما رأى الناس يعظمون رجب أي تعظيما ليس شرعيا، قال لهم عمر، وكان يراهم يصومون كذلك يخصون رجب بالصيام، فكان يأمر الأكف أن تأكل، قال لا تعظمون رجب كما كان يعظم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب من جهة أنهم كانوا يسمونه منصل الأسنة، كما ذكر هذا أبو رجاء العطاردي من أئمة التابعين فيما أخرجه البخاري، أن أهل الجاهلية كانوا يسمون رجبا منصل الأسنة، أنهم كانوا إذا دخل رجب ألقى كل واحد منهم رمحه أو سيفه، لأنهم كانوا لا يرون القتال في رجب، فكانوا يعظمونه تعظيما يصل إلى أنهم يتركون القتال فيه على سنة أهل الجاهلية. فعمر رضي الله عنه ما أراد أن يحدث تشبه بهؤلاء في تعظيم شهر بتعظيم زائد ليس من سنة المسلمين. فالصيام في رجب مثل الصيام في بقية الشهور، لا خصوصية فيه. من كان يصوم طول العام فليصم في رجب وفي غير رجب، من كان يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس، يصوم 3 أيام في كل شهر، هذا لا خصوصية لرجب فيه. نسأل الله أن يفقهنا ويكون في ديننا، وأن يرزقنا ويكون البصيرة والعلم النافع، وأن يصلح حال بلادنا مصر وحال بلاد المسلمين عامة، وأن يعجل بالنصر على اليهود وعلى أعوانهم وعلى من خان المسلمين من الذين تواطؤوا مع اليهود ضد العزل الذين لا حيلة لهم أن يجابهوا هذه القوة، والآخرون مختبون في الأنفاق. فنعوذ بالله من كل خائن خسيس، ونعوذ بالله من شر كل من ورط المسلمين في قتال لم يستعدوا له ولا قبل لهم به. كل هذا من أجل أن يورطوا هذه البلاد، وقد أحاطوا بها من كل جانب، لأن جيش مصر هو الهدف الأساسي ليست غزة. جيش مصر هو الهدف الأساسي الذي يسعون إليه لتحطيمه، لأنه أقوى جيوش الإسلام الآن، واليهود يعلمون ذلك جيدا. لذلك كان يجب أن تحاط هذه البلد بكل أسباب الدمار إلى أن يتمكنوا من تدميرها كما دمروا سوريا ودمروا العراق ودمروا غيرها. فاعرفوا يا عباد الله ما يخطط لكم، واتقوا الله عز وجل، واعلموا أن الله لن يرفع عنا ولا عن أهل غزة ولا عن غيرها من بلاد الإسلام البلاء إلا بما أشرنا إليه في هذه الخطبة، بالإنابة إلى رب العالمين وبالدعاء مخلصين له الدين، مع الأخذ بأسباب القوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نسأل أن يوفق قائد جيشنا إلى إعداد هذه القوة، وأن يجعل جيشنا سببا في دحر اليهود كما دحر التتار من قبل ودحر غيره من أعداء الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.